إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم
فضلك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وأهوالها. أيها الإخوة الحضور الأفاضل، ومعظمهم من دار القرآن جمعية الدعوة إلى الله عز وجل بمدينة مكناس، مؤسسة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، نرحب بكم أصالة ونيابة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. والمناسبة كما تعلمون أيها الإخوة النسيكة عند أخينا عبد الهادي الزراع القيم على دار القرآن، وقد أكرمنا الله عز وجل في هذه الليلة بضيف كريم وداعية إلى الله عز وجل غني عن التعريف، وهو الأخ محمد العلوي من الرباط، وقد استجاب الدعوة جزاه الله خير ولم يتردد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنسمعه من فضيلته. ومعروف على الشيخ محمد علوي أنه بفضل الله في دقيقة واحدة يمكن للسامع أن يخشع وأن يبكي وأن يضحك كذلك، فالله سبحانه وتعالى أعطاه أسلوبا متميزا، فنترك له المجال سائلا الله تعالى أن يسدده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، لقي ما لقي ولاقى ما لاقى، وقاس ما قاسى، وذاق ما ذاق، وذاق الصداق من أجل أمته صلى الله عليه وسلم. لقي ما لقي من أجل هذه الأمة يا أمة محمد، لقي ما لقي من أجل أمته، عاش لأمته، هذا النبي الهاشمي القرشي المضري، عاش لنا وعاش لهدايتنا، ولم يعش لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، وحارب في عدة جبهات، حارب في عدة جبهات 23 سنة، جهاد متصل، جهاد كلمة وسيف، نعم جهاد متصل 23 سنة من أجل هذه الأمة، من أجل سعادة هذه الأمة، نعم حارب في عدة جبهات، جبهة منافقية، وجبهة وثنية، وجبهة يهودية، بني قينقاع بني النضر بني قريظة، بني عمنا اليهود، بني عمنا ابناء إسحاق،
شقيق إسماعيل أخو إسماعيل. الحمد لله الذي وهب على الكبار إسماعيل وإسحاق. رب لا من الدعاء. وجبهة وثنية بعض الحجر. وجبهة صليبية الروم. وجبهة مجوسية مجوس بعض النار. جبهة كافرة ضد هذا النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة وفي الجهاد من أجل هذه الأمة، من أجل إخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، من الذلة إلى العزة. نعم، ما هو يجاهد صلى الله عليه وسلم. صل اللهم على هذا النبي الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أمة محمد، أقول لكم بارك الله في جمعكم وبارك في أعمالكم وثبتنا الله وإياكم على الصراط المستقيم. وأحمد الله لي ولكم وأشكره جل وعلا الذي أنعم علينا بهذا الجمع المبارك، بهذا المكان الطيب المبارك الذي يذكر فيه اسمه في هذه المناسبة، مناسبة نسيئة. نتحدث مع أخوتكم قليلا بما تيسر من التقدير وتقدر من التنكير، لا حاجة لهم كثير، خير الكلام ما قل ودل. يقول سيدنا رسول الله الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ الحديث. نعم، بعدما سمعنا من الشاب جزاه الله خير ما تيسر من القرآن الكريم ومقدمة شيخنا جزاه الله خير ليزو، تلا علينا الشاب من سورة الحجرات وهي تسمى سورة الأخلاق. اللهم احسن أخلاقنا. سورة الأخلاق. نعم، القرآن الكريم يا أمة القرآن، كلكم تعلمون أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ليس كذلك بل هو. نعم، لفظا ومعنى، أي من الله إلى جبريل إلى قلب سيدنا رسول الله إلى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. أنزله سبحانه وتعالى من بيت العزة للكوكب الأرضي لهذه الأمة، وتولى حيضه بنفسه، ما كلف الدعاة أو العلماء أو كما كلف الكتب السالفة، التوراة والزبور والإنجيل، أعطاهم الرهبان والقساوس، باعوا واشتروا بآيات الله وحرفوا الكلمة. لا، تولى حيضه بنفسه بدليل القرآن، ونحن أمة دليل. قال تعالى يقول ولسامحنا إذا نطقنا باسمه وقلنا يقول ما نحن بآن نتكلم على الله، ما نحن بآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وكل بني آدم خطأ وخير خطأ التوابون. يقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويلقى الحافظون حتى السنة محفوظة في الجملة، أليس كذلك؟ اثنين اسمه الوحي. ولولا حفظ الله القرآن كان القرآن يمسح على وجه البصر 15 قرن باش ننزل القرآن. ودرست حروف الصليبية والمعتزلة، كان لهم جهبت صاحب المسند أحمد بن حنبل جبل السنة أو مجود السنة دافع عن القرآن. بالك الجميع كانوا زعيم السلفية بن تيمية، شيخ ابن تيمية الله خير ورحمه الله. نعم، دفاع عن هذا القرآن قال يضيع. حروب الخوارج، نعم بالك حروب كثيرة، والقائل الذي رغب النظري. لماذا؟ لا يقول الناس حج على الله يوم القيامة بعد الرسول، وكان الله عزيزا حكيما ما احتاجش البشرية. لولا حفظ الله كانت البشرية جاءت صعيدة تجعل الله يوم القيامة تقول أي ربنا ما علمنا ما بلغنا. أليس كذلك؟ لا كذلك. نعم، احنا نحتاج على الله، لكن الله قطع الحجة بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون حجة على الله يوم القيامة. يا سيدي للناس مش للأعراب. قل فإلا الحجة البالغة ولو شاء لهداكم معين. 7 مليار كنا بغي يدي الله، ولكن اقتضت حكمة أن يقول الأمر هكذا.
لحية منحية عن بينه وهيك مهلك عن بينه. بالك تكون حجة عليك، القرآن حجة عليك، ليس كذلك؟ بلا الحق القرآن حجة لنا أو حجة لك أو عليك. قل فإلا الحجة البالغة وجعل هداكم أجمعين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من ما قالش سيفلح، لم يقل سيفلح، قد تفيد التأكيد تحقيق، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. بزكى بالطاعات، باتباع الرسول، بالعقيدة الضخمة الصحيحة، المعاملة، الدين والمعاملة. يا سلام، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يا سلام، سبحان الله. كذلك وهو كذلك احتج على الله، لك الله ما هي الحجة. قل بالك عندك تسمع القرآن وتلغى فيه، وقالوا لا تسمعوا هذا القرآن ولغوا فيه. هذاك لغوا فيه يقول لك حجة يوم القيامة. هذوك اللي لغوا في القرآن غادي ينموا على القرآن يوم القيامة، واعترفوا بأنهم كانوا بلداء في الدنيا، ما هم كانوا عرب أقحاح، ونزل القرآن وهم على شكلته. وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا أصحاب السعير. يا سلام، سبحان الله. على اسمع القرآن وتدبر وتعمل. سبحان الله لك. كما كان رسول الله 60 حزب كانت مجسدة ومترجمة في أعمال رسول الله. 60 حزب، 60 حزب من ألف لام تناش مجسدة ومترجمة في حياة رسول الله، لا في إخلاقه ولا في تربيته ولا في عقيدته ولا في يدور مع القرآن حيث دار، والسنة وكذلك كيدور معه. 23 سنة وجبريل رواح غداء بهذا القرآن هذا من المملكة الساوية، من المملكة السماوية، أمين الوحي إلى أمين الأرض وهو محمد رسول الله. 23 سنة وجبريل طلع. يا سلام، إذا كذلك وهو كذلك. غير هؤلاء كان طلع سبحان الله حتى لا تضيع الأمة، حتى لا تضيع الأمة. ورسول الله يفكر هذه الأمة ما تضيعش. سبحان الله، حسرة كان يهلك نشوفها. تقول رب العالمين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بس كتسفي محمد ارحم أرفق نفسك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بغى 7 المليار دابا في العالم كتعيش، كل يدخل الجنة توهم يدخل النار. 7 المليار كتعيش، مليار مسلمين ونص والباقي عجم، كلها أمة محمد. بداية القرآن قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم. يا أيها الناس أي عامة، إلى يا أيها الناس سمعنا سورة الحجرات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول غناكم أشرفكم أتقاكم. يا أيها الناس، يا سمعت يا أيها الناس دخل فيها الكافر والمؤمن واليهودي والنصراني أمة محمد. قلت يا أيها الذين آمنوا، اسمع قال كما عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا راح يسمعك، الله يتكلم معك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من الخمر، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة راح يسمعك يتكلم معك. عبد القادر أدريس فاطمة لا يا عبيدة يا زبيدة ما يتكلم معكم. يا الذين آمنوا يا أيها الناس ويقول كافر ضال يقول لا إله إلا الله ولا يقول لا إله حيث مادة. ما خلقناكم ذكرا وأنثى سبحان الله. كذلك قل يا أيها الناس رسولكم جميعا. ما بقاش رسول غادي تسقط الساعة، ما بقاش القرآن ينزل تقوم بالساعة. يا سلام، آخر كتب سماوية. ليس كذلك هو كذلك. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله ومن أبى؟ وشكون هذا الغبي بعد الحيث ما يدخل الجنة؟ حماق مالو مجنون من موت ما تدخل الجنة. أنت وولادك كيف أنت وزوجتك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم وما أذنوا من عملهم كيف ما تدخلش الجنة؟ سير شو هذا؟ اختصار من الكلام. من أطاعني من عصاني خدمة هذه الأمر. خير الكلام ما قل وحدا إيش كلمات الرسول ما يطوش الكلام أفضل. سبحان الله العظيم. ما أطاعني اقتدى بالتقليد ومشى صافي قل ادخل الجنة. الجنة يا سلام، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. أما الدنيا ما شاء الله كما 3 مرات فامشوا في مناكبها وكلوا
ما رزقك إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا والدنيا والخمس مذكور مرة واحدة في القرآن، مرة واحدة ماشي بزاف كثير. سبحان الله العظيم. كنجتهد على الخبز، لا كما قال أبو عطاء الإسكندري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس بصيرتك. الناس كتجتهد كثير في الخبز مضمون، الجنة اللي ما نضموناش. يا سلام به القرآن: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليه اتقوا الله. ما كنضمونها، الرزق مضمون، ماشي ما نعملش، لا مضمونة. يا سبحان الله العظيم. ما من دابة تفرد إلا على الله. هذا المولد اللي زاد دابا رزقها سبقها قبل لما تزاد قال ضعيفة خلقتي من ضعيفة، المعايل عليك معان إلى يوم القيامة. الجنة اللي دايرها ما نضموناش. ما أنت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا، نجي بنتك نجي مرتك نجي نفسك. أما الرزاق واخا يكون كافر ما يصليش ما تكون كل أي حاجة مادة يأكل بحال الحيوان، يأكل كما تأكل الأنعام كذلك ولا هو كذلك. اتقوا الله وليخشى الذين لا تكون فيهم ذرية خافوا على الضعاف خافوا على فليتقوا الله. انت قال اتق الله ما تخافش ولا كان مكلب بالرزق ديالهم. الله سبحانه وتعالى لازم مكلب بالرزق ديالك، كون كافر ولا صالح ولا طالح يأكل. اتقوا الله اتقوا الله. وإذا الله سبحانه وتعالى كرر التقوى في القرآن أكثر من 80 آية، أكثر من 80 آية في القرآن الكريم. تلك الدار الآخرة تجعل لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات من تحتها الأنهار، ماشي قصور الدنيا كتجري من تحتهم الأنهار، كتجري من تحتهم الواد الحار. ما الأنهار خالدين فيها أبدا. يا سلام سبحان الله. الناس كتجتهد على الواد الحار. الجنة يا سلام الله أكبر. يا فاطمة اعملي ما شئتي فإني أريك من الله شيئا. الجنة لمن؟ للمتقين. تلك الدار الآخرة. حتى في الرزق ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يا سبحان الله العظيم. تقوى زائد بركات تقوى زائد إيمان يساوي بركات، يساوي بركات. ما ولو أن أهل القرى أهل الرباط أهل المكناس أهل العالم يا سبحان الله تقوا لابس لنا بركات، ما يتعبش ما يخدمش ما يتعبش بزاف، شوي الحركة ولا بد من العمل، لا بد من العمل. لا إذا ما عطلش الحياة خدام. الله يحب العبد المحترف ويكره العبد البطال. يبتغوا الرزق يلتمسوا الرزق من خبايا الأرض. النبي قالها أليس كذلك؟ وما تقع الهوى. خدمة عبادة. سبحان الله كما قال شيخنا السلف زعيم السلفية: كل ما يرضاه الله من أعمال وأقوال عبادة دينية وعبادة كونية. عبادة دينية الصلاة العقيدة الإيمان الدعوة التبليغ النصيحة كذا هلم جر يا سلام، هذا دينية. كونية ايوا تعلم أسرار الكون، ايوا خدم غرس اسمع طلع الحديد كذا. سبحان الله. إذا كذلك عندنا سورة بالقرآن قال الحديد سبحان الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، منافع عسكرية نصنعوا ندافع كذا باش ندافعوا على بلادنا والعدو. سبحان الله عسكرية، منافع عاوتاني مدنية للماس المصار المطرح إلى الحديد. أمة الحديد كتقبل الإبرة ديالها في الجابون هاكو تخولنا الإبرة خرين. ليس كذلك ولا كذلك. دين العمل تاخذ خدمة. سبحان الله. اسمع معي شنو قال عن سلمان الفارسي: وما أدراك ما سلمان الفارسي. يا جدع بخيم سبحان الله العظيم. قال: إن سلمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن الجنة لتشتاق إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إليها. الجنة تشتاق إلى سلمان شوقا أكثر من اشتياق سلمان إليها. سلمان وأدراك ما سلمان. قال في رسول الله الحديث في البخاري ومسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لتناول رجال من رجال فارس وضرب بيده على سلمان. الحديث في البخاري تجاوز عن القطرة. طف سبحان الله في البخاري ومسلم. الجنة فتشتاق سلمان. لماذا؟ لأن سلمان يصنع المكاتب، كيصنع المكاتب من الدوم من خوت النخيل كيصنع الدوم ما شاء الله الكفيفات وكذا باش يعيش. وكيقسم الربحة البركة اللي كيجمع كتقسم على 3: قسم يضيفه إلى ماله رأس المال، وقسم
لعياله يأكلون محل يخدم على أولاده، وقسم ينفقوا في سبيل الله، في سبيل الله، انفقوا مما يا سلام كبار. فلما سمع رسول الله خلع عليه هذه النياشين. اسمع هذه النياشين الأوسمة التي خلعها الرسول عن سلمان. إن سلمان رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن جنة الشق إلا سلمان. سلمان وهذا كما سلمان البحث عن الحقيقة من أعظم أمبراطورية كانت حكم العالم، الفرس. يا سلام. ورسول الله رجل العمل، رسول الله رجل العمل، رجل العرق، نعم رجل الكفاح. هو الذي قال وأنا علي جمع الحطب. الشات بغاو يذبحوها قالوا الآن نذبحها، علي يذبحوها، قالوا عليه صغار. رسول الله قال لهم وأنا علي جمع الحطب. قالوا لا يا رسول الله جي انت. لا قال لا، ما أنا بغينا منكم علي الأجر. هو رسول الله أتقى الناس، أتقى البشرية. منهم الأتقياء والعباد والزهاد والعباقرة والفلاسفة والشراء والأغنياء من بني الزمان في كل زمان ومكان وعصر ومصر، بالقياس إلى شخصية الرسول، بالقياس نقاط ضعيفة وأقسام صغيرة، أليس كذلك؟ فأجب معي مع ذلك نزل من المملكة السماوية بلفظ التقوى يا أيها النبي اتق الله. كيف؟ لقي ما لقي جهد في حق شيء يقول اتق الله. إنسان اليوم ما كاعش شنو التقوى. لو قلت له اتق الله يقول لك انا لقيت يدي بجيبك اش التقوى. يا سبحان الله، سبحان الله. أليس كذلك؟ بل كذلك. هو خص العالم الآن تقوى الله. أليس كذلك؟ اتق الله، أي زيد في الطاعة يا محمد، اتق الله، زيد في الطاعة، زيد في الصلاة، زيد يا محمد، زيد تقرب إلى الله زلفى، زيد يا محمد، اتق الله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الله اتقي قال محمد اتق الله بعيادة وزيد تقرب، اش يقول لك أنت؟ اش غدير أنت؟ هذا غفر لهم ذنبي ما تقدم وما تأخر. أليس كذلك؟ بل هو كذلك. سبحان الله. نعم اتق الله يا محمد، زيد طبق. ويحضرني واحد مشهد هنا بالحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وكانت الحسن البصري من كبار التابعين. رضعت أمك أم سلامة أم سلامة، وهو من الكمال، من الكمال، من المؤمنين المخلصين المخلصون المخلصين. بخين يا حسن. وقالت مع حسن اسألوه، قالوا له يا حسن ما سر زهدك؟ ما كنت سعيد؟ احنا اغنياء وكنخدموا وكنشقوا وكنعرقوا وكنربحوا المال والفلوس، واحنا اشقياء مالنا وانت سعيد. انت قالوا انت فقير. وهو سيدنا سلمان كتعرف سيدنا حسن البصري مشكل لا يملك في كل يوم الا سوى لعاع يرد بها جوعته، بايع الدنيا من عباد الرحمن. سبحان الله، سبحان الله. ان لله عباد فطنا طلقوا الدنيا خافوا. زاهد من الزهاد، زهاد. سبحان الله. ما منعك شيء الإسلام ما تاكلش وما تلبسش وما تلبسش، لا هو كيبغي تزهد زهد. لا كذلك زهد. ما قال لك الإسلام ماشي كل شيء يزهد، لا واحد يتحمل واحد ما يتحملش. سبحان الله. لا نعم واحد بغى ياكل مزيان ويلبس مزيان وكذا ويتفتح وكذا، ماشي حرام عليه. قل ما حرم زينة الله التي خرجها لعباده. البس مزيان سيدي، وخاف المسجد غتمشي يلبس يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل. البس ليه وعطر ليه وتقنطك يا ساقا وتمسك. شكون حرمك؟ كل سيدي تفرع، ولكن اشكر. ايش كذلك؟ يا سبحان الله. ايش كذلك؟ بغيتي تزهد زاد عليك اخويا. يا سبحان الله. كان من الزهاد هو باع الدنيا، باع الدنيا، طاغي العلم والتقرب الى الله بالغدو والاسعار، باع الدنيا والشر الاخره. سبحان الله. نعم طيب. وقالوا لي انت سعيد، والناس كلها كتجري في الدنيا في كل زمن على المال باش يسعد، لان المال شقيق الروح وبه قوام الحياه. اليس كذلك؟ الداعي يخسر المال، رد بالك الدين كيتمشى بالمال. اليس كذلك؟ الله شرى منك، ان الله شرى من المؤمنين بنا لهم ايه؟ الجنه. بيع. السيد عطاك المال، عطاك الصحه، قالك بيع لي، راه بيع لي. السيد يطلبك بيع لي، بيع الصحه ديالك، يلا بيع الوقت ديالك، بيع. السيد يقول لك سبحان الله. كما قال احد الصالحين ان الله قال جعل الجنه ثمنا لانفسكم فلا تبيعوها بغيرها. بيعطيك الصحه والمال والولاد وزينه الحياه الدنيا والبقيه. ايوا قال وكاع بيع لي. واش غادي نبيعوا له حنا؟ كل شيء من عنده، كل من عند الله. الصحه من عنده والولاد من عنده، غنبيعوا له. شراب هذا شري بلاد العبد هذا يقول له بيع لي. شنو تتملك انت باش تبيع لرب العالمين؟ كل شيء ديالو، الكون كله ديالو.
أليس كذلك؟ قال لك بيع لي سيدي، قلت بيع لي ديالي اللي عطيتك بيعوا لي. قال له من شرف عند الإنسان هذا، وهذا اللي كيبخل ما كيبغيش يبيع، ما كيبغي بيع صحتك، بيع وقتك، بيع نوض البشر، بيع يا سبحان الله. أليس كذلك؟ هو كذلك يا سبحان. من كانت الجنة ما عندهاش ثمن، ربي باع لك الجنة بثمن بخس. أما الجنة ما عندهاش ثمن. يا سيدنا أسيرم ما جا حضر في الغزوة ديال أحد، ما صلاش لله ركعة واحدة ودخل الجنة. لما جاءوا الخبر راسه قالوا له يا رسول الله أسيرم استشهد، قال لهم عجبا دخل الجنة ولم يسجد لله جنة واحدة. رد بالك عندك شي يقول عندك تسمع هذا تعطل يعطيك العمل، لا هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه يشاء. نضرب عيني لا تقلب الكافر ولي وقدرة وجودي تملأ الأرض لي، سبحان الله فضل من يشاء، سبحان الله مالك. أما عندها ثمن هي الجنة، غير فابور تعتمد، ولو تصلي ولو تقوم 1000 ركعة فيها قضي الأمر. يا سبحان الله. كذلك فابور ماشي بعود بالعمل غتدخل، لا عيش ما بين الرجاء والخوف، هذه عقيدة الأنبياء. كذلك بل هو كذلك. سيدنا عثمان بن مضعون أول صحابي مات في المدينة، حشر رسول الله بيده الشريف، أخذوا الصحابة قال يا له من حد النبي حشروا في القبر، داروا في القبر بيده الشريفتين. أم العلاء رضي الله تعالى عنها زكاته، قالت أشهد أن الله أكرمك بالجنة. رسول الله قال له وما يدريك، هذه تزكية قطعت له بالغيب، ولا يظهر على غيب أحد إلى من يرتضي من مرتضى من رسول. كيفاش؟ قال له ما يدريك أم العلاء. أجلت له أم العلاء انظر هذا الحوار، يله من حوار ذهبي في منتهى الأدب. وأم العلاء وماذا كما أم العلاء من لوتك مل عقلهن وزينهن، بخ يا أم العلاء. من هي؟ هي من هي؟ بخ يا قيام يا خشوع يا ماي، بخ من لوتك مل عقلهن وربينا في حضر الدين والعقيدة والإيمان. زكاة هذا الصحابي علاش؟ لأنه هاجر إلى الحبشة 8 سنين، تشقت عينه في سبيل الله. كيف ضحى واحد تضحية سبحان الله. نحن فين نحن يا سبحان الله. لما شاف داك الشيء اللي قدم الإسلام وتضحي وضحى من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قالت له صافي هذا دخل الجنة. بعد زكاته حيد هذه التزكية باش ما نكونوش حنا عاود تسربنا الغرور. رد بالك لو كان خلى ديك التزكية تسربنا الغرور. يا سبحان الله يا سلام. راه الغرور تسرب لواحد الصحابي كان غادي يحرق الإسلام، مشى لما الله سلم. عرفتي شكون هو؟ حاطب بن أبي بلتعة، كتب رسالة سلتها لقريش يفتح رسول الله بأنه راه غادي يفتح مكة. رد بالك سيدنا عمر غضب، قال له هذا منافق نطيلوا راسه. قال له دعه يا عمر في منتهى الأدب صلى الله عليه وسلم. قال له أليس حاطب من أهل بدر؟ لقد اطلع الله على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم خرج لكم. ردانها عنده خصوص بدر شفعت له. من هنا دازوا الغرور. قالوا الشيطان يا حاطب انت من اهل بدر وفضر، قال لهم افعلوا ما شئتم واخا دير هذه اليد مع الكفار راه ما كاين مشكل. رد بالك رد بالك. وعيطوا له لما جاء في منتهى الادب كلمه مع رسول الله، قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ شوف الادب ماشي بحالنا هنا الخاين الغدار ويتهلكنا. كان حنا واهلي ماشي ياكل. هاي ديروا له منتهى الادب صلى الله عليه وسلم. استاذنا الاعظم مؤدب قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ علاش درتي هذا؟ علاش؟ ما سيدنا عمر غضب قال له يا رسول هذا منافق نطير له الراس. ما بغيت صافي ما بقاش كيعقل عليه، ما عقلش عليه وبغى ينشروه صافي. ما سيدنا عمر تقول له المنافق ما يحملوش. كان معنا شحال قلنا ديال المنافقين من الناس يخليك غير المخ والله الناس ينقيه من المنافق. ايوا الساعة مات ما يحمس المنافق. إلا برا مرة كيمشي عند سيدنا حذيفة تيقول له يا حذيفة أتجدني ياك معني سيدنا حذيفة عنده سر المنافقين، رسول الله ما كيبغيش يفضح المنافقين رحمة. إلا كان شي منافق تيقول حذيفة لا نمي باش ما يعيروش الولاد صغار يبقاو يعيروا بواه يقول له أوجه منافق سير لا يقول له سبحان الله. من تيمشي مع شي جنازه تيشوف حذيفه رجع اللور ما تيصليش عليه ما عرفوا منه، بدا تيتبعو تيقول له يا حذيفه الرجل من القوم منهم؟ قال له نعم وانا منهم. يا سيدي راك من المبشرين من العشره المبشرين من الهيئه الدبلوماسيه الاخيره.
كتقولوا انت بمصطلح العصر من لي اور كادر اوريشيل نقع سميمو يا جدع الفن. ومع ذلك كيخاف على النفاق. اما احنا اليوم مأمنين من النفاق، مأمنين، احنا مصفرين، احنا ابو عبيده الجراح، احنا مكاملين، احنا ما فينا نفاق، ما فينا خلينا نسكتوا ما شاء الله. كيخاف ما خرج النبي من الدنيا حتى بشرب الجنه. ابو بكر، عمر، عثمان، طلحه، الزبير، سعد، سعيد، ابو عبيده، ما الجنه ما بقيش يتكلم فيها، صافي الجنه خبروا النبي في الدنيا. سبحان الله. نعم، والفردوس الاعلى في الغرفه مع النبيين والصديقين، ماشي جنة النعيم ولا رضوان، ولا في الغرفه العاليه السقف ديالها هو ما شاء الله سقف الرحمن. رد بالك. ومع ذلك تيخاف على نفسه، ما خاف. تقول له حذيفه ياك ما انا من؟ قال له لا سير سبحان الله. فلهذا قال له يا رسول الله هذا منافق. قال له دعوه يا عمر، هذا هو راح حضر في بدر، فعلوا ما شئتم اهل بدر غفرت لكم. لا عيطوا له، قال له ما حملك؟ قال له يا رسول الله انا مؤمن، راني مؤمن ماشي منافق. هذا القصيدات حقا راني منافق ماشي منافق، انا مؤمن. والله عليه مسيرة طويلة وشهد له بالإيمان. نزلت سورة الممتحنات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حاطب بن أبي بلتعة كل ما اجتهد على غادي يتحرك، ولكن غزوة بدر يا سلام شفعت له. يا أيها الذين آمنوا، ما نزلش يا الذين آمنوا في مكة. جيبها لي في القرآن 90 سورة من سورة الأنعام حتى الناس ما فيش الذين آمنوا، ما نزلش. الإيمان ديالهم كان باقي ضعيف، مريض، ساقي، كانوا كيخمروا. ورسول الله ما شاء الله ماشي ينكر على القرآن، لا خلاهم يخمروا. الله بإذن من الله، يعني إن الإيمان مازال ما كملش حتى ينزل في قلوبهم الإيمان شم، ويقولوا يا ربي حيد علينا الخمر، ما بغيناش. خلاهم ربي تيسكروا، يكملوا الصلاة مع رسول الله، يكملوا التوحيد. إن كانوا عرب كيشعروا على الخمر. كيجيب الشاعر يقول له أنشدنا ما تقول. نعم إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي عروقها. أحسنت يا أبا عمرو، اليوم خمرا وغدا أمر. الخمر عنده الطرف من كيان، وما كان لا آتي لا قهوة، لا الخمر ما يقدرش يشوف له. خلاهم رب العالمين رحيم رؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شي الدعوة شي الدعية رحيم. الناس كتسكر كتسكمي كان ما حتى نقول لك رحيم. ومن كيتوبوا كيناداهم نداءات حبيب والشريف. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. اسرفوا ما قالش ذنبوا، تزوجوا، بالغوا، زين لا تقنطوا. انظر هذه العباره ما الطف وارق واندى العباره في القران. يا سلام. يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الغفور الرحيم، صيغه مبالغه وابلغ منها طه. واني لغفار لمن تابوا وامنوا وعملوا ثم اهتدى. يا الذين امنوا، سوره الانعام تسمى سوره التوحيد، حتى الناس ما فيهاش الذين امنوا. يا سبحان الله. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما. كتنفي الماضي والحاضر. ماشي مؤمن كنت من قبل ما عندكم كنتوا كتسكروا غايب، ماشي مؤمن. المؤمن حقيقي ايمان ماشي كافر، ولكن ماشي الايمان اللي مطلوب منك وافر. ومازال ماشي حتى يدخل، ولما يدخل الايمان حتى مشاو للمدينه عاد جاو تيسولوا على الخمر. يسالونك عن القول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. واش كيدير لكم؟ كانوا القتيله كذا باش كتخلي ولادكم ما شاء الله يتامى. شوف العيوب، شوف الرأفة رب العالمين، شوف واش كيدير لكم. كيخسر المجتمع. يا سلام. داز هذيك عيطوا عبد الرحمن وكان تاجر من تجار الله، بغا كينفق ديما كيعيط للصحابه كيكرمهم. كلاو وشربوا وضحكوا ما شاء الله، جاب لهم الخمر بلطوا سكروا كذا الى اخره. لقيت الصلاه تقدموا سي عبد الرحمن وفي البيت ما شاء الله سكران مقلوب. قرا الفاتحه من بعدك قرا سوره الكافرون. الله الفاتحه قل يا ايها الكافرون انا اعبد ما تعبدون مقلوب مرفوع. نزلت الايه بلفظ الايمان في المدينه. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا. ندى في المدينه نزلت. يا سبحان الله العظيم. من سوره الانعام كتسمى سوره التوحيد. ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما نزلت هي اللي في القران نزلت جمله واحده كلها وحفظها عبد الله بن مسعود. قالوا رسول الله نعرضها عليك، عرضها عليه ما تعمل قلب ما شقيق. هاك المشكله ديال عبد الله بن مسعود
تبارك الله. أكبر. وإنك تعرف الإيمان عاوتاني يوم باش عمر الراجل بإيمان، لا دقي ساقي بن أتقل من جبل. هذا غير السويقات، قلت لك قصيبة قداش. أما الكشدة يعمل الله قد الدنيا بالإيمان. يا سلام. لا تقربوا الصلاة وانتم باش هذيك عيطوا مع صاحبك لو شربوا عاوتاني يسكروا بالوضوء. نادو كيدابسوا الغيرة. سيدنا عمر معاهم في اليد، قال اللهم أنزل لنا الخمر بين شافين وينزلت أيها الذين آمنوا إنما الخمر مسير وانصاب مزلام رزون فاجتنبوه. ما قالش حرام، اجتنبوه، غير اجتنب. لو تيقول لك اعطيني شي آية حرماته بغيتي تقلقل هنا يقلبك. سطل ديال الخمر ولا البيرة نعطيه الحمار، قول الحمار شرب بيرة ماشي لك. الحماق في القرعة وديرو في راسك بينك وبينه. النشرة غالطة في العالم وكتقلب على السعادة. السعادة فين ترك الله في تقوى الله. يا سلام. خلينا مع أم العلاء. فلما زكت عثمان بن مظعون قال له ما يدريك يا أم العلاء أن هذا الرجل من أهل الجنة؟ قالت له يا رسول الله إذا ما كانش عثمان بن مظعون أهل الجنة حتى واحد فينا ما يطمع يحط رجله في الجنة. هذاك السن اللي قدم الإسلام كيفاش؟ يا له من حوار في منتهى الأدب. ما عرفتش كتحاور معاه. هذا ما يدخلش الجنة. فقيع عينه مشات قلت 6 سنين عند الحبشة كيفاش جا المكات ابتلى بلا ما يدخلش الجنة. يا الجنة بالعمل. يا سبحان الله. إيه بالعمل وما تسكنش. يا سبحان الله. ماذا قال رسول الله الصادق المصدوق؟ قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. أنا رسول الله ومعاشي مقامي فيه لا أدري ما يفعل بي. اش قالت له؟ والله لا أزكي على الله أحد أزكي أحد بعد هذا الرجل أبدا. فقضي الأمر باش ما بقاش يتغير انت بالعمل ديالك. اعمل وما تكل. يا سبحان الله. يعمل ولا قضي الأمر. يا سلام. الله أكبر. طيب فحسن البصري قالوا له يا حسن انت كنشوفك سعيد والسعادة كيقلب عليها العالم بإسره. العالم من المغرب والمشرق يقلبوا على العالم. السعادة اللي كاين من السعادة في المال، اللي كاين من السعادة في الدور، اللي كاين من السعادة في الأولاد، اللي كاين من السعادة سبحان الله. نعم يا سعادة قريبة. قالوا له يا حسن ما كنت سعيد ما سر زيدك ما سر سعادتك؟ قال لهم 4 أشياء. 4 لو كان نخدموا بها أقسم لك يمينا غير هذا 4 اللي قال هذا الصحابي الجليل. هذه الموضوعات الصريحة خرجت منها بارك عين والله ثم والله حتى تنشر السعادة في العالم. أقسم لك يميني. سبحان الله. والله حتى تطمئن الجنوب في المضاجع وتمحي الشقاء من المجتمع كما يمحي نور الصبح مداد الظلام. أقسم لك يمين والله 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 وتالله والحق أقول لو كان نخدموا بها. سبحان الله. مستوحاة من الآيات والأحاديث. وديما قال له باش قال لهم ساعتين علمت أن رزقي مضمون لا يأخذه سوى فاطمئن قلبي. رزق مضمون كنعملوا غير الأسباب. قدير ما شاء الله. سبحان الله. حنا معذبين بالهم أكثر من الحيوان. الحيوان بالرزق معذب أكثر منا. البارح كنشوف في قناة الحيوانات السبع كيضرب خنطر ديال اللحم في النهار. فين تيخدم؟ في الفوسفات. كيضرب غير الكرواز والفيلي. ماشي انت كتخدم والله ما كتبتي الا بعتي والله المجتمع ديالنا مريض. يا سبحان الله. اللحم ديال الغزال 25,000 فرنك تيضرب غزاله في كرشو. الله ورب العالمين تيقول له ان هذا رزقنا لما له. اضرب الغزال ما عرفش ضرب الكرواسو كتضرب عليك الكرشه وشكامبه كتخايف. اعطاك الله سبحانه وتعالى وكلنا الى انفسنا. يا سلام. يا سبحان الله. ما يفعل الله بعذابكم ان وآمنتم. الإيمان هذا إيمان فقود منه وطلع. وآمنتم وروح الإيمان هو التوحيد. التوحيد الحق بمعنى الشمولي العميق. من سيدنا العلماء يقول القرآن كيشمل 3 أمور: التوحيد والقصص والقصص. الحزب وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه وعما. مادة الشرك ما يسمح لك شوية. ديوان الشرك. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة ولكم في القصص حياة للعقلاء. الله تيدري مع العقلاء في المجانين. والله ما يدخل الجنة إلا العاقل أو العاقلة. والله أليس كذلك؟ أما إذا كان مجنون في الدنيا ولغى في هذا القرآن وخيكون كما كان مركزه مهما كان شأنه مهما كان سلطانه لا يساوي عن الله هلنا سفر مكعب. أليس كذلك؟ أقوش ولا يكون جرامبل ولا يصنع البورتابل أو توماس اللي يصنع الذهب الدماغ المئوية اللي بها تبنات حضارة العالم. ليس كذلك؟ بل هو كذلك. من التأخر ديالنا ما أعطانا الله كل شيء. شوفوا التاريخ الدولة العباسية جمعت بين الإبداع المادي والسمو الروحي ما بين الأخلاق والمعاملة، بين ديال المعاملة ديال الاختراع ديال الصناعة
دين 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 أليس كذلك؟ بل هو كذلك. ماشي دين كهنوتي، ماشي خاص غير بالأخيرة، ماشي خاص غير بالصلاة. إذا قلت هي الصلاة أنت شنو تاخذ من فضل سير تخدم، سير الفلاح، سير الصنايعي، سير الاختراع، سير الدكتور، سير. ولكن في التاريخ بلاد مشيات مشكورة، ابن تيمية يقول ابن سينا، الدكتور الرازي، تفاضل التكامل، ثابت بن قرة، الطبيب عباس بن فرناس أول رجل صنع الطيار، هاك العلماء، ابن خلدون، التاريخ راه ما عندك، حق حنا عندنا غير الماكله والشراب، صافي نعزو الصلاة، وكاس على الهضرة، وسبحان معمر بالبرقوق، تك تبيع اختك. هذه خلانا اللور، خدمة نوض تخدم. كذلك بالك خدمة سبحان الله العظيم شيء ما نمشيش على البال هذا. قال له الساعة ديالي في 4، قال له باش علمت أن رزقي مضمون لا يأخذه سوى، فاطمأن قلبي مع الأسباب البسيطة كيجيب الله والقناعة. طيب وعلمت أن الله مطلع علي، فاستحييت أن يراني على معصية. حشمت يشوفني ربي كنعصى في الأرض. لو خشي الناس ربهم ما رأيت في الطرق ماشي، ولو خشي الناس ربهم ما رأيت في السجون شاشين، ولو خشي الناس ربهم ما رأيت في الطرق سائلة، ولو خشي الناس ربهم ما رأيت في البيوت عاطلة. الخشية لخشي البشرية، ماشي الكلام ولا الهدرة ولا المحاضرة. الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية. أبا هريرة أنت قارئ أكثر منه، تقدم معه في التقوى. يا سلام، من الكمان تلميذ مباشر لرسول الله. بخن أليس كذلك؟ بل هو كذلك. علمت أن الله مطلع علي، استحييت، حشمت يا ودي ناكل رزق السيد، نشرب الماء ديالو، أنا أعطيني الأولاد، أعطاني اللي بغي، أعطاني الصحة العافية، أعطاني العينين، صورني جمني. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك في صورة ما شاء ركبك، العين حدا العين، قد ما هذه كثيرة، ما هذه ماشي هذه الفيوز، هذه الفار. تبان كتخلع كي الطوبيس، صنع الله الذي اتقن. يا سبحان الله، نيف هذا نيف سبحان الله. ما غرك بربك الكريم واتاكم من كل ما سالتموه. وإلا عطاك الله شي ولد ما شاء الله كامل، زيد شكر، زيد شكر، عطاك كامل بعينيه براسو بعقله. الحمد لله ما عطاك شي عوج ولا كنقولي ولا كذا ولا كذا. الحمد لله هذه نعمه اخرى، يعطاك كامل زيد شكروا. أليس كذلك؟ احنا كنعيشوا نعم الله وكنكفروا، بدا نعمه الله كفرا. نعم احسنت ولد السيد كيعطيني الخير، كيعطيني الماء، كيعطيني الشر، كيعطيني الولاد اللي بغيتو. كنقول يا رب اعطيني، كيعطيني، داير بيا شو داير بيا. وانا نعصى في الارض، نكذب، نسرق، نتكبر، ننفخ. الهفوات اللي كتسمع حتى شو نقول لك، والآفات اللي فينا حتى شو نقول لك، ما حتى شو نقول لك. انا حشو نقول لكم شو كاين في المجتمع. تحديت ولا خرج كل الباب، ماشي وقت الكلام. سبحان الله. يا سلام، الكتوب هكذا كيقول له اللهم كذبتي لا بعتي، ايه الله ما غشيتي لا ربحتي، هي اللهم نافقتي لا عشتي. هذاك الجاهل في الجاهليه قال لهم لهم سوق بضاعته نفاق فنافق، فان في النفاق نفاق. لانهم كانوا عرف قحا في اللغه. هذا القران نزل باللغه ديالهم العربيه، كتنزل الايه كيسمعها كيعرف بسرعه المرمى والمغزى والدلاله ديالها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حنا كنقراو القرآن، كنقراو سورة الدبان، ما كنعرفش نطقوا حتى بالدبان. الذباب حيقولوا الدبان، ما كاينش كاع الدبان. الذباب لماذا سميت الذباب؟ كل ما دباء في الدبان، مين في الدبان؟ هذا نادي المصيبه اللي صارتنا، لان القران اللغه العربيه لغه الدين. كنت كتكلم اللغه العربيه لغه الدين باش هما القران ساهل. النحو كاع ما كان عنده. شكون اللي ذاكم النحو؟ ابو الاسود الدؤلي. العرب ما يحتاجش النحو، ما يرفع ما ينصب. اليس كذلك؟ بل هو كذلك. يا سبحان الله. نعم حشمت ودي. قالوا نعصر بلاد، نتكبر. شو هاد الامور اللي كنذكر لكم؟ واش فينا ولا ما فيناش؟ سبحان الله. نعم ورحنا كنصليو ورحنا كنحجوا. سبحان الله. ابو العلاء المعري قال لك اذا رمص كيدا بالصلاه مقيمها فتركها عمدا الى الله اقرب. ابو العلاء المعري. ليس كذلك؟ يرحم الله عمر بن الخطاب قال له من منكم يعرف فلان؟ هذا السوا قال له كنعرفه، كنا عليه خيره. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. ولماذا سمي السفر؟ لانه يسفر عن عيب صاحبه. غتعرف الانسان سافر معه، كيمشيو هنا اخوان في الحج على بيدو ديال زمزم، من كيعطيها له وكذا وعمل حسب قضى عليه بوم كينشرب. تنقول ابو لهب هو اللي يحفروا دخل به جهنم. يا سبحان الله. نعم يا سبحان الله. قال له هل سافرت معه؟ قال لي لا. هل عملته بالدينار والدرهم؟ سلفتيه سلفتك؟ اعطيتيه درتي معاه بيعه وشريه؟ قال لي لا.
اللي كتصلي اللي سبحان الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبله يا سبحان الله. عيش مع القرآن وضع مع القرآن حيث وضع، طبقوا على نفسك وعلى أولادك، ادخل البيت بلغوا للناس هكذا كان رسول الله. سبحان الله. نعم أليس كذلك؟ عملته بالدينار والدرهم قال لي لا، هل جاورته سكتي معاه حدا بالجوره ديالو، ما عمرو صدعك، ما عمرو ما عليك الزبل، ما عمرو زاد عليك الراديو، زمان حنا غير سكت، الجيران كيشكيو منهم. يا سبحان الله. قال لي لا، قال لي رأيته يركع وجهه يمشي، قال لي نعم، قال لي اذهب فإنك لا تعرفه، مثال القرعه. والناس اللي كيصليو في عهد عمر في السنين اللي شهد لها رسول الله بالخيريه، خير الناس ثم انا زدت حتى جوج القرون، ماشي زدت في السنه، لا يقول لك زعما القرون راه كان فيهم 700 تنميه، كان في القرن السادس، من تما كان القرن السادس والسابع، كان ابن كثير التلميذ ديالو ابن قيم، عشر الفطاحله، عشر العلماء الراسخون في العلم، عشر الامه، كان لها عزه، قمه، عقيده، اخلاق، كتنهزم هنا وكتطلع هنا، غير الترتر قال لك اللي قال لك الترتر في عطري ينهزم كذبوا. وكان له زعيم السلف ابن تيميه كيدخل حتى عند هولاكو تقول له الا ما كفتيش هذا، الا ما وقفتيش على الايدين اللي كان راه الله غادي يقسمك، غادي ينزل الكرسي ديالك، وتيخاف منه. هولاكو امام من ائمه الكفر، رد بالك لما دخل هولاكو دمشق ويجمع فيهم المسلمين والنصارى واليهود كلهم دخلوا، مشى عنده كيشفع فيهم، قال له هولاكو اكراما لك يا شيخ انا غادي نخرج المسلمين. قالوا لا، ما نصدقوش بني أهل ذمتنا قبل ملتنا. الذمه هما الاولين، دافع اليهود والنصارى اللي كيذبحوا فينا حنا، خرجوا هما الاولين، ولا قال له السيف انا وياك يخرج اليهود والنصارى والمسلمين كل شيء. رد بالك يا سلام، رجل في القرن السادس وهي غاديه، وهي غدا الرجال سبحان الله كذلك. وكان في عهد عمر القرن الخليفه الثاني بعد خليفه رسول الله ابو بكر الصديق، هما قالوا لا الراجل كيصلي حتى تعاشروا، تعطيه الفلوس وتسافر معاه وتشاوروا. يا سلام، لا زال جبريل يوصيني خليك. يا سلام الاخلاق ديال باش كترفع الامه. يا سلام سبحان الله. نعم طيب قال له زيد حيد، قال له نعسى الله نأدي جاري ولا نعري بنتي ولا نعطل الصلوات ولا كذا، حتى الصلاه ما شاء الله كتجيني ما شاء الله بشي نتكلم مع في الصلاه، في كل موعظه خصني نذكر الصلاه ان شاء الله. إنه ما شاء الله يا اخوتي الا بالله سبحان الله. الصلاه عندنا ما شاء الله شعار في المجتمع ديال المسلمين، ترك الصلاه والله العظيم شو ما كاع نقول المسلمين يصلوا، كثير من الناس ما كيصليوش وكيدعي بالايمان، يقول لك سي بلا صلاه انا الايمان راه في قلبي. ميمونه تعرف الله والله يعرف ميمونه، ودير النيه ومع الحيه ومع التدميه. الايمان في القلب والكفر فين تيكون؟ في الودن، تكون في القلب. يا سبحان الله. يا سبحان. عاد نجيب لك الحديث ضعيف والمعنى قويه. اذا رايتم رجل يعتدي المساجد فهل له، هذا حديث ضعيف. انما يعمر مساجد الله من امنه. الصلاه كتسقط على جوج الناس، الحيض والنفساء. صلاه اللي ما تصليش أليس كذلك؟ خذ هذا الامر، زوجنا الحيض والنفساء. وكاين شي واحد في الرجال يضرب هذا الحكم. يا سبحان الله. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الصلاه وما ملكت. خلاص من الصلاه عاد نقول لكم صليوا شو ما كاع. الا قسنا في شي موعظه خصنا نشوفوا الاخلاق ديالنا، المعامله ديالنا. كنصليو وحنا كنكذبوا، كنصليو كنافقوا، كنصليو بنات عريانين، كنصليو واش من الصلاه هذه؟ شنو العباده؟ هذا اللعب هذا. أليس كذلك؟ الصلاه ما كاينش سماع الدنيا، الصلاه اللي ما تصلحش المجتمع البيوت والفرد، هذه ما تصلح. كنلعبوا هنا. أليس كذلك؟ اما الصلاه نعرف كلشي كيصلي، غير اسمع الصلاه خير من النوم، البيوت كتشعل، يمكن الناس كلهم يشعل الضوء. ماشي الصلاه خير من النوم وكلشي كيشخر. يقول لك سيدي سمحنا من الحامدين الشاكرين وبس من الحامدين الشاكرين. اسيدي قال الصلاه غير دين، يا ما صليش عليه اجي الجمع كاين يمكن نسمين حامدين الشاكرين الله يرحم والدي. هذه مصيبه نقول لكم على الصلي والله يحشو ما كاع. فعاد النبي المنافق تيصلي، عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي كيسلم من رسول الله. رسول الله يقول سمع الله لمن حمده، وعبد الله بن ابي يقول ربنا ولك الحمد. هو منافق في الدرك الاسفل في لاكاف ديال جهنم. ان المنافقين في الدرك الاسفل، ما مقبولات ديك الصلاه. هو كيصلي الا اليهودي والنصراني كاع الذمه، لا اكراه في الدين. ما يصلي يدخل في الاسلام بل الاسلام ما عطل عليك. اذا كذلك وكتعطيك جزيه يعني انت صاغر. يا سلام. سبحان الله. والمنافق كيصلي شو ما كان كل مسلم يصلي وكاع والله قضي الامر. يا سلام. يجي نتكلم غير في الصلاه ما تكفيش هاد العجال هذه حتى الصباح. ليس كذلك بل هو كذلك. وفي الفجر وفي الوقت. إن الصلاة كان كافدوا على الصلاة والصلاة وقوموا ماشي حتى تطلع الشمس.
قال سيدي عافاك إلا طلعت الشمس شنو سبقوا ديك الساعة والصبح ولا الفجر لا سبق الفطور ضرب لافاش كيري إذا كنتي لافاش كيدور كان تلاعبوا بالصلاة أو لا غير في رمضان ها هو جاي كل كيصلي إيوا 27 يقول له رفقي إيوا شكلنا فرقنا الله يهنيك 27 على سيقول لك سيدي 1000 شهر 83 سنة راس الله و4 شهور هو كيسال الكريدي خصو يردوا عليه الفهم المقلوب المفاهيم المسلمين نقولوا كاع الدين هادشي اللي خلانا الله هادشي اللي خلانا الله يا سلام كذلك هادشي واش كنتكلموا ما الصلاة طيب شاهدنا واخا إيوا قال له شنو اخر قال له استحيت قال له استحيت رب العالمين شوفني ما الله كان في الارض سبحان الله قال لي زيد علمت الثالثة علمت أن عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به الوظيفة الأساسية على سكن الله شنو هي وما خرجنا الإنسان إلا ليأكلون إلا ليعبدون وما نعني العبودين ندخلوا في البيوت نبقاو نصليو ما نخدموش على ولادنا ما نبنيوش لا كيف سر قوله تعالى الاستقامة فاستقيم كما الاستقامة هو أنك تعيش مستقيما تتقدي نحبك مستقيم أشد آية قال لك نزلت سيدنا على رسول الله ابن عباس الحبر قال لك فاستقيم كما أمرت والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إياك يعني اسمع يا جارة تستقيم كما أمرت صلي كما أمرت حج كما وعندك الأحاديث صلوا كما رأيتوني خذوا عني كنت يحب الله اتبعوني يا سلام صلي كما أمر يا ولا تستعلم سبحان الله فاسألوا هذا الذكر إن تمنى يا سلام الله عالم ويعبد بالعلم أول آية تحثك على العلم اقرأ باسمي شيخنا قبل أذكرها الله عالم بالعلم يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم فاعلم أنه ما خاش كل لا إله إلا الله احنا تنقول لا إله إلا الله استثنى منها تنقولها بالسين جرام ديال اللحم والسين كيلو لا إله إلا الله نهار الموسيقى يا سبحان الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا جددوا إيمانكم بقولي لا إله حتى ولك منين يجي على مضر أول ما تسمعوا لا إله إلا الله أدلوا في ودنو حنا كيزاد ماشي كنأدلو كنزغرتو عليه تو كيسمع الطبار كيخرج لقنوا موتاكم يا سبحان الله كذلك بل هو كذلك والحديث ديال الأذان في البخاري ومسلم في الصحيحين والتحنيك حنكو كذلك سبحان الله العظيم نعم بالك وحلق الشعر تحلقوا الشعر ديالو كذلك رواه الطبراني وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح رد بالك والتحنيك كذلك حنكو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لك ولد لغلام فأتيت به رسول الله فحنكه بثمرة ثمرة انظرها ودوجه مهنة وسماه إبراهيم وزاد البخاري في الرواية ديالو قال لك ودعا له بالبركات رواه الشيخان بخاري ومسلم راه عندك الشيخان راه بالك كذلك ولا هو كذلك يا حنكو تحنيك يسمى في اللغة التحنيك دابا من تقدم الطب والعلم عرفوا الفائده ديال التحنيك قال لك باش الى اوروبا من باب الاحتياط الا تزادت مده السكريات في الانسان عمر السكر ما يضر به سبحان الله نعم رد بالك ليس كذلك وسميه سميه مزيانه لما زاد سيدنا علي الولد دار عند رسول الله قال رسول الله شنو سمي هذا الولد قال اش غتسمي قال اسمي اسد على سميه جدوده هنا العرب كيبغيو يسميو ولادهم السميه القويه عمرو اسد كذا جبل صخر القعقاع اسمي كتخلع القعقاع كيكبر بطل اضرب يا قعقاع اهجم يا قعقاع هيا قعقاع هيا قعقاع ماشي كيسميه بوشتاو الخمار تيجاني عبد النبي براسو عبد سبحان الذي اسرى بعبده يقول لك سميت جدي سميت خالي بوشتا ميلود قال لك هو هذا اسمية ما شاء الله ما أنزل الله بها من سلطان الجهل ديالنا الجهل مدقع في نار الأمة ولا سمي بنتي شات سمي بنتك اسميها سميت الوالدة جداتي اسمها الضاوية كشتي ضاوية سميها فاطمة خونا الله تبارك وتعالى كرموها ببنية سماها عرفتي شنو صالحة زوجة سيدنا إبراهيم الأمة وإبراهيم الذي وفى لقب وفى لا اسمه وفى لأنه قدم طعامه للضيفان الرم الضيف وقدم ولده بالقربان ففديناه بذبح عظيم إسماعيل
ها سبحان الله يا سلام، وقدم نفسه للنيران. وإبراهيم الذي وفى زاد فوق المطلوب منه. كنقولوا حنا وفي زيد وفايا شويه، زيد وفى. ولدو زيدوا الذبيحه. وشكون هو؟ إسماعيل جد الرسول، جد الرحمن مهدات. يا الله أكبر، اذبح. الخليل يريد أن يذبح، والجليل يريد أن لا يذبح، ما يتذبحش إسماعيل، إنها ترجم الرحمن المهدات. الله أكبر، يا سبحان الله. نعم، لقبة مرته هذه سارة. يا سلام، سبحان الله، بلا سميها سارة، فاطمة، أم كلثوم، كوكبة الإسلام، بنت الرسول. نعم، نعم، رد بالك، أم كلثوم، زينب، رقية. يا سلام. ولدك عاوتاني سميتو أسد كذا، سبحان الله العظيم. أو حمزة ريت هو هذاك في اللغة العربية معنى حمزة أسد. هو سيدنا علي بغى يسمي أسد، قالوا لا سميه الحسن، مع الحسن. يا سلام. زاد لي سيدنا الحسين، عاود قال يا رسول الله سميه الولد، قال له سميه، قال يسميه حرب، قال لي لا، الصحابة كيبغيو الحروب، ولاد ما شاء الله يعلمهم الحروب. لا قالوا سميه الحسين، تصغير لي الحسن الحسين. نعم، وحنكوا. يا سلام، ودلو يا سلام بالأذان، أذان الصلاة.